بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناه ست البيت المره الثالثه. النهارده هنعمل ماسك وصنفره للبشره او كريم لتفتيح البشره وللجسم برضو. انا جبت نص صابونه ضف ونص كوبايه لبن وعملتهم على حمام مائي ودوبتهم لحد بقى كريم بقى بالشكل ده، بقى كريمي كده اهو. وهضيف معلقه كبيره جريسلين، معلقه ماء ورد كبيره برضو، وهحط معلقتين نشا، وهندوب كده مع بعض لحد ما يكون زي الكريمي بالظبط. هنضيف قطعتين مثلثات جبنة مثلثات، طبعا احنا هنرصها خالص كده عشان يكون كريمي خالص. انا عايزه اقول لكم الكريم ده جميل جدا، بتحطوه بعد ما تتعمل كده تحطوه في علبه في التلاجة لمده اسبوع، تستعملوه كل يوم، بس قبل ما تحطوه على البشره او الجسم يكون الجسم نضيف والبشره نضيفه. انا هعمل دلوقتي صنفره بعد ما اخلص الكريم ده تحطوه على وشكم قبل ما تحطوا الماسك. لو مفيش جبنه مثلثات نحط جبنه اللي هي المربعات عادي للكريمي برضو دي، ونقلب كده. يبقى يكون بالمنظر ده، هيبقى كريمي كده صدقوني جميل جدا. ولو انت عايزه تخلي الموضوع ده يفتح اكتر ممكن تعمليه لمده شهر بس. دي تقعد اسبوع بس في التلاجة، تخلصي تعملي غيره بس بيبقى ده هو ده الماسك اللي قلتلكوا عليه او الكريم الليلي. تحطوه على الوش نص ساعه وتغسلوا وشكم، تسيبوه لغايه ما ينشف خالص ويقعد نص ساعه على البشره، على بشره نظيفه. بعد كده تغسلي بشرتك وتدهني بشرتك بماء الورد او باي زيت جونسون بتاع الاطفال، حلو جدا للبشره ده كريم. اما الصنفره بنجيب معلقه سكر، يا ريت تكون السكر ناعم عن كده، ومعلقه بن، نحط شويه لبن بسيط وتقلبي كده. ده هيكون الصنفره قبل الماسك، تحطيه على البشره لحد ما يجف خالص، وبعد كده
بتغسلي وشك من تحت لفوق كده، دوائر من تحت لفوق، ومن عند الاورتك كده، وتنزلي على المناخير كده، وتعملي كده برضو على الوش كده من تحت لفوق، وتغسلي وشك بعد كده. وبعد كده تحطي الماسك، وبعد ما تحطي الماسك نص ساعه تغسلي وشك. وبعد كده بتحطي زي ما قلت لك ميه ورد، او تحطي زيت اللي هو الجونسون. انا قلت لك المقادير ايه تاني؟ قلت ان هنجيب نص صابونه ضف، تبشريها عليها شويه لبن حسب ما هي بتدوب معاكي، بس تعمليها على حمام مائي. تضيفي معلقتين نشا على معلقه كبيره من الميه الورد، معلقه كبيره جريسلين، وتقلبي المقادير كلها لغايه ما تكون ايه، كريمي معاكي. بعد كده بتضيفي قطعتين من جبنه نستو وتقلبيها لغايه ما تبقى كريمي معاكي. بعد كده تحطيها في التلاجة في علبه لمده اسبوع. عايزه تعمليها لمده شهر تفتيح اكتر، يكون عروسه يعني جديده، تحطيها في علبه، تخلصي الكميه لمده اسبوع وتعملي غيرها لمده شهر. وشكرا.